لو انتي مفكرة ان الاجهزة كده مطفية ومش واصلها كهربا، يبقى انتي في خطر، لا قدر الله، ربنا يحفظنا ويحفظكم اجمعين يا رب. طالما الفيشة متوصلة كده يبقى الجهاز واصله كهربا، تمام. بس هو مش شغال، تمام، زي الغسالة، العجان، الكتل، الشاشة، الحاجات دي، البوتاجاز اللي هو بالكهرباء، اي تكييف عندكم، تكييف صحراوي، اي حاجة، تمام. والدليل على كلام انا لما شغلت التكييف الصحراوي بتاعي، من الزرار بتاعه اشتغل على طول. هو طالما الفيشة محطوطة يبقى هو شغال، مش موصله كهرباء. طالما انت هتشغليه هيفتح. لازم من قبل ما تنامي تشيل كل الفيش اللي انت مش هتستخدميها، عشان خاطر ربنا يحفظنا ويحفظكم. ممكن لا قدر الله يحصل ماس كهربائي ممكن يحرق الجهاز، او ممكن يعمل حريقة في البيت لا قدر الله. ربنا يكفينا ويكفيكم شر فجعات الاقدار يا رب العالمين. ولو عجبكم الفيديو او فاتكم، ما تنسونيش في اللايك والكومنت والاشتراك والشير. فعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من قناتي، تستفادوا وتفيد غيركم. تابعوني على البيج. مع السلامة.